بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى هنعمل شوية فتة بالعيش الناشف البلدي الفلاحي الجميل. شوية فتة يا جماعة والله العظيم 3 أحسن. بصوا يا ريت كده قبل ما أبدأ الفيديو معاكم هتحطوا لايك واعملوا اشتراك بالقناة واختاروا كلمة الكل عشان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل إشعار مني. تمام. تعالوا بقى هنا بقى حتة سمنة بلدي، معلقه كبيره من السمنه البلدي. بقى السمنه البلدي سر الحكايه. بسم الله ما شاء الله. هحط معلقه كبيره سمنه بلدي في الحله وهرص الفراخ في قلب الحله. تمام. صلوا على الحبيب قلبكم طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البهارات معايا يا حبيب قلبي عباره عن ايه؟ البهارات معايا عباره عن مرق الدجاج، كاري، ملح، كمون، فلفل اسود. تمام. شطه، والشطه دي اختياري. تمام. هنضيف البصل وهنضيف البهارات الحلوه دي كده كمان معانا. السر في البهارات الجميله دي يا جماعه، كاري وبابريكا وكمون وفلفل اسود وملح وشطه. كل الحاجه دي تدي طعم للشوربه جميل جميل. والسمنه البلدي بقى خاصه يعني. وسعوا من الحكايه دي بقى، يعني لو حطيتوا سمنه تانية هتفرق برضك. هتفرق في السمنه، نوع السمنه صراحه ربنا. ومعانا العيش الناشف زي ما شفتوا في اول الفيديو كده. العيش البلدي يا جماعه ممكن تستبدلوا العيش البلدي بعيش من اللي هو بتاع الفرن المفقع ده اللي هو المحمص، بيبقى حلو برضك. بس في العيش البلدي حكايه. البلدي ياكل يا جماعه والله. اللهم صل على حبيب النبي محمد. وهنشوح الفراخ بقى كده في السمنه زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها تتشوح كده. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب كده يا جماعه. حطوا لايك وقولوا لنا رايكم في الوصفه الجميله دي. يا رب كده الفيديو كده يحوز على اعجابكم. وما تنسوناش في المشاركه بالقناه، اعملوا اشتراك بالقناه. تمام. اللهم صل على الحبيب النبي محمد. هنضيف بقى الميه هنا. شوف الشوربه عامله ازاي وانا بحط الميه، لاننا حاطين سمنه بلدي وشوحنا الفراخ. كتير مننا بنسلق الفراخ. تمام. انتوا لما تشوحوا الفراخ تلاقوا الفراخ جايبه شوربه حلوه معانا كده. الدهون اللي فيها بتسيح مع السمنه بتبقى بصوا الشوربه كده ما شاء الله. معانا حله تانية هنضيف شويه من الزيت ونضيف كوبايه شعريه كده حلوه. وهنعمل يا جماعه مش هنعمل رز ابيض جنبي على الفته. انا بفضل الرز ابو شعريه. الشعريه تبقى صفرة حلوه كده ما تتحرقش مننا، تبقى تمام. وممكن تعملوا رز ابيض. تمام. هبقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله على الرز الابيض. طريقته سهله جدا. ده رز بشعريه يا جماعه. عشان انا بفضل الرز بشعريه، ممكن تحطوا مكان الرز بشعريه على الفته رز ابيض. في اي حاجه ممكن انتوا في يعني اللي انتوا عايزينه. تمام. صلوا على الحبيب قلبكم طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي واخواتي في الله، بحبكم في الله. زي ما انتم شايفين بقى. بصوا عامله ازاي. الله اكبر. الشوربه بتاعتها جميله. هنشيل بقى بالكبشه كده ونحط الشوربه فوق وش العيش الناشف. ما تستغربوش، هي مش لحمه بس وعايز الجلال الله احسن من اللحمه. وبصوا حاجه كده انت تسمي كده على الحاجه ربنا يطعمها كده في بقك تبقى زي العسل. هنا هنشيل الفراخ من قلب الشوربه. ومعانا شويه طماطم كده حاطين عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه زيت وشويه كمون. ده عصير طماطم يا جماعه. هندخلها الفرن. تمام. هنحط الرز كده فوق وش الفته اللي احنا حاطين عليها الشوربه. نفرده كده ونسويه. العين بتاكل قبل البق طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. وبعد ما طلعنا الفراخ من الشوايه كده بسم الله ما شاء الله. دمتم في رعايه الله.